يا اخي، الواحد كده قاعد برضه يقول لنفسه في فتره من فترات الماتش: هو احنا ليه ما بنكسبش مستريح كده 3 4 في اول ماتش في الدوري؟ وبعدين تفكر كده تلاقيها كده احلى، والله العظيم. يا مساء الكوره، يا مساء التوتر، يا مساء الناس اللي داخله الحلقه دي وجاهزه تتخانق. انا جوهري اهلاوي من التالتة شمال، ودي صفاره خناقه، واللي جاي ده مش تحليل كوره وبس. هنا مفيش حياديه، هنا الانتماء هو اللي بيحكم. واهلا بيكم في حلقه جديده من صفاره خناقه. الماتش بيبدأ وبيتأزم من أول ربع ساعة، بتيجي هدف غريب مريب، رأسية من كوكا بيردها في نص الملعب تقريبا على حدود ال 18. بيجي لعيب انبي هوب تريك، مصطفى شوبير بيطير عليها ما بيجيبهاش، والماتش بيتأزم وبنقول ان احنا ممكن نرجع. مرة واحدة تلاقي ضربة جزاء، كريم فؤاد كارثي 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 يا كريم يا فؤاد. بتتزحلق وانت مش شايف انت بتتزحلق ازاي، ولا فين، ولا مكانك ازاي، ولا على الكوره، ولا على اي حاجه خالص. وفي الاخر تلاقي ضربه جزاء بتضيع وتقول الحمد لله هنرجع للماتش. يجي كريم فؤاد يغلط تاني ويباص الكوره في نص الملعب عشان يقول لهم خدوا هاتوا الجون التاني، انا غلطان ان انتوا ضيعتوا ضربه الجزاء. وهنا تظهر شخصيه البطل. الاهلي بيجيب جون بهدف صاروخي من مروان عطية اللي كان من نجوم المباراة، بل هو تقريبا النجم الأوحد. يعني أنا بالنسبة لي هو رجل المباراة الأول، مش بن شرقي. بس بن شرقي عمل ماتش عالمي، بس أنت أول واحد فعلا كسرها وكسر الريتم بتاع المباراة وما بيتمرقصش وبيقول أنا واقف، أنا موجود، أنا هقف صد لأي صد حائط لأي كرة هتتلعب، بل والعكس هحط كمان رجل الأهلي في الماتش تاني عشان يبدأ يرجع للمباراة. هو مروان عطية. مروان عطية بيجيب جون صاروخي، هدف عالمي عالمي. زيزو كان بيسرح، هو تحس ان هو متأيد في نص الملعب وعبد موتة عايزه يلعب في نص الملعب، ولكن اول ما بيسرح زيزو ناحيه اليمين ويبدا يرفع العرضيات بتاعته، الاهلي كان بيبقى ليه شكل وليه خطوره. زيزو على اليمين، بن شرقي على الشمال، العدله الطبيعيه بتاعت الفرقه، وبنهاجم وماكينه عرضيات من هنا وماكينه واحد ماشي بخطوره وهجمات غير متوقعه من الناحيه الثانيه بن شرقي. الصراحه يعني الفتره اللي ده لعب على اليمين وده لعب على الشمال، اللي انا متاكد انها مش تعليمات مدرب، لان المدرب واضح جدا ان هو صارم وقايل لزيزو ان هو يلعب في نص الملعب، ولكن زيزو كان بيسرح شويه ناحيه اليمين، وده اللي كان بيشكل خطوره لفرقتنا. طبعا عموته بيتاخر في التغييرات دي فوقت الماتش. يعني كان المفروض يبدا بالتشكيله دي من الاول، وينزل علي محمود وينزل سفيان بن جديده، وكمان بينزل كريم الدبيس اللي ما اداش مباراة حلوة برضو قوي، بس تحسه مخضوض كده. وده يمكن اللي خلى عموته يبدأ بكريم فؤاد، وإن كان أيا كان واحد أشول هيلعب ناحية الشمال ده هيكون أحسن من واحد بيلعب برجله اليمين. سفيان بن جديدة بينزل بيعمل الفارق، فارق رهيب. قفشة، هو هيجي لك قفشة اللي كلنا انتقدناه ولازم ياخد حقه النهارده، لازم فعلا ياخد حقه النهارده. اللعيب كان عايز الثقة، واعتقد الهدف ده هيرجع له الثقة جدا جدا جدا، واحنا محتاجين قفشة في ظل اخينا اللي عامل لي فيه عيان ومش عايز ينزل يلعب من بدري. فاحنا محتاجين قفشه، محتاجين قفشه يرجع لفورمته، محتاجين قفشه يرجع لثقته، محتاجين قفشه بتاع زمان. خلينا نتكلم شويه على ثنائيه كوكا ومروان عطيه. ثنائيه فاشله من الدرجه الاولى. يا باشا ما عندك لعيبه كتير قوي ممكن تلعبهم. لاعب يا باشا علي محمود ده على الاقل ياخد ثقه ويحط رجله في الملعب، ونلاقي بديل اللي عمال يتقمص ده وكل شويه عايز 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 عايز. لاعب يا باشا علي محمود، لاعب احمد رضا، عندك لعيبه كتير قوي تمانيات ممكن يلعبوا وياخدوا الثقه وكمان يأدوا. مرام بسم الله ما شاء الله، حط جنبه اي واحد تمانية بجد هيديله اريحيه كبيره جدا في ان هو يصنع الفارق. تقييمات اللعيبه: مصطفى شوبير كان وحش جدا، كان سيء، ما كانش كويس خالص الماتش ده. مش شايف الكوره من بعيد. الهدف الاول يسأل عنه بنسبه 70%، ويشاركوا كوكا ان ما كانش 50-50 ما بين كوكا وشوبير. تشتيت، مش لعيب كوره خالص، ومش حاسس بالمكان ولا هو دريان بالحته اللي هو فيها، بيشتت غلط. فبالنسبه لي شوبير 4/10. عمرو الجزار يعني
مش سيء ومش حلو، لسه ما بانش. 4/10. نتكلم في هادي رياض نفس الكلام، 4/10. محمد هاني برضو 4/10، ما كانش مؤثر، تقريبا ما كانش موجود في الماتش، ما كانش كمان يستاهل اقل من كده. كريم فؤاد كارثي 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 يا كريم يا فؤاد، 0/10. 0/10. لو في اقل من 0 كمان كنت اديت له. في نص الملعب مروان عطية سوبر سوبر 10/10. هدف عالمي، دفاع ولا اروع، دفاع مش ممكن، دفاع حديدي. كوكا يعني كرما مني هديك 1/10 يا كوكا. طاهر يعني برضه كرم مني هديك 1/10 طاهر على المجهود، بس انا مش بحاسب على المجهود، انا عايز نتيجة، انا عايز اللي يعدي 1 على 1، انا عايز اللي يروح، انا عايز اللي يرفع عرضية، مش اللي يشلني. منصف بكرار يعني غريب مريب، مش متوقع في اهدار اللعب، مش متوقع في ان هو يلعب حلو. هو لعيب لغايه دلوقتي انا كنت متوقع ان هو هيكون ازاره جديد، وما زال بالنسبه لي هو ازاره جديد. اديله كام من 10 النهارده؟ اديله 4/10 عشان الشويه اللي لعبهم في الاخر، ولو انه ضيع فيهم كتير قوي. بن شرقي 8.5/10، لعيب عالمي النهارده، من نجوم المباراه. زيزو بالنسبه لي من نجوم المباراه، ضربه جزاء في وقت حرج جدا بيخش ويسجلها، رفع عرضيات كتيره جدا، لو في واحد بيخلص في النص كان زماننا جبنا جوان كتير. بالنسبه لي برضه اديله 8.5/10. اللعيبه اللي نزلت تغييرات، بتتكلم علي محمود يعني ما بانش قوي، ممكن 5/10. سفيان بجديده كعب عالمي 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 بتاع الجون التاني، عالمي بتاع الجون التالت، عالمي. لعيب بيبان من لمسته. اتمنى ياخد اكتر، واتمنى الحظ يحالفه في جون 2-3 يفوقه ويديله فورمه ويعيشه معانا في الاجواء. اديله 7/10 على الكعب اللي عمله ده. حسين الشحات بالنسبه لي برضو لم يختبر. قفشه اديله عشان الهدف اللي جابه 8/10، واتمنى ليه استمرار. كريم الدبيس بالنسبه لي 3/10. نازل خايف، محتاج تاخد الثقه يا كريم، محتاج تلعب لعبك، احنا عارفين ان انت لعيب كويس، وانت محتاج تكون عندك شخصيه باك شمال الاهلي. جرايه غريمي، انت كنت فاكرني انقط زيك ولا ايه؟ وحشنا عطيه والله، يا ملك التنقيط كله، يا رب ديمها نعمه احنا نكسب وهم ينقطوا، وعقبال بيراميدز كده اما ينقط هو كمان.